سوبر حسني جده رجع بالسلامة. سلمى يا سلامة. بيتهيألي بقى آن الأوان إني أرجع للواد هنيدي، أكيد وحشته. أديني سبته فترة لوحده يعتمد فيها على نفسه وينشف شوية، والولد ما شاء الله عليه بقى قرد خلاص، بقى بني آدم يعتمد عليه. كده الواحد يموت وهو مطمن على اسم سوبر حسني وحاطط في بطنه تلاجة بطيخ. كده العيلة بقى فيها سوبر جديد يحافظ على أمجاد السوبر الأصلي. بس يا ترى الواد هنيدي هيفرح لما يلاقيني رجعت، ولا دي حاجة هتضايقه؟ قول لي يا هنيدي، هو ليه الستات بيحبوا الرغي؟ وانت بتسأل ليه؟ وعرفت من فين ان الستات رغاية؟ هو انت في حريم في حياتك اصلا؟ انت بتعايرني يا هنيدي كمان ربنا حرمني من الستات في حياتي؟ يا ابني ده انت في نعمة مش حاسس بيها. اسكت اسكت، انت كده ملك زمانك، مسيطر على حياتك بمزاجك، رئيس مجلس إدارة حياتك، لا دوشة ولا أكلان دماغ ولا عكننة. مش قادر اصدقك بصراحة هنيدي، اعذرني في اللي هقولهولك، بس انت راجل كداب يا هنيدي. وليه بقى قلة الأدب والغلط ده على الليل؟ يعني عايز تفهمني ان قلة الستات نعمة، وانت في نفس الوقت هتكتب كتابك على حنان بعد شهر؟ اصدقك ازاي يعني؟ يا ابني حنان دي مش ستات. قوم افتح. انا فتحت المرة اللي فاتت، دورك انت. طب ما انا فتحت ما لقيتش حد، يبقى ما تتحسبش دي. انا مش هفتح يا هنيدي، عايز تفتح قوم افتح انت. ماشي يا عم، بوشك ده اللي عامل زي شعار هيئة الكتاب. اموت واعرف مين اللي بيرن ويجري. ماشي. مين؟ مفيش حد برضه. ها، ما كملتليش. كنا بنقول ايه؟ كنت بتقول ان حنان دي مش ستات اصلا. ما تحترم نفسك يا صلعت، ايه قلة الادب دي؟ يا عم هو انا اللي قلت؟ انت مجنون ولا ايه؟ ده كلامك يا برنس. افتكرت. قصدي ان حنان مش ست زي الستات العادية اللي في كل حتة دول. حنان دي بحس انها واحد صاحبي فهمني وفهمه، وبنعرف نتكلم مع بعض ونستحمل بعض. وبعدين دي 10 سنين يا صلعت، يعني خلاص ما بقتش شايف فيها عيوب. طب ما قلتليش برضو ليه الستات رغايين؟ يا صلعت الست لازم تتكلم، عشان لو ما اتكلمتش لسانها هيصدي، ولو لسانها صدى يبقى مش فاضل فيها حاجة. هي الست ايه غير لسان يا ابني؟ دورك بقى تفتح يا بطل. ما احنا بنفتح ما بنلاقيش حد. معاك حق. طب انا هتصرف. مين اللي على الباب؟ افتح يا هنيدي. افتح يا هنيدي؟ انت بتهزر معايا ولا ايه؟ مالك يا حبيبي، انت بتنرفز ليه؟ انت هتعمل لي فيها الام المثاليه ومالك يا حبيبي والجو ده؟ قول انت مين؟ انا مفاجأة. يعني مفاجاه جايه كده لوحدها تخبط على الباب؟ دي مفاجاه عبيطه ولا ايه؟ طب الصوت ده غريب عليك؟ ما بيفكركش بحاجة؟ وحياة امي لو ما قلت انت مين انا هفجر الباب ده. قادر وتعملها؟ انت عرفت مين اللي على الباب؟ محمد محي. محمد محي انت كمان؟ وبعدين محمد محي ايه اللي هجيبه الساعه دي؟ هتفتح يا هنيدي ولا امشي؟ انت بتهددني، انا مش هفتح غير لما تقول انت مين. جدك. جدي مش موجود. جده تعيش انت. اعيش انا؟ بلاش ما تعيش. افتح يا ولد يا هنيدي. انا سمعت الشخطه دي فين قبل كده؟ افتح، انا جدك. طب اديني اماره. بأمارة الوحمة اللي جنب ودنك الشمال. ها؟ وريني كده ودنك الشمال. انت كذاب، انا ما عنديش وحمه جنب ودني الشمال. وانت صدقت ولا ايه؟ عايزني اديك امارة على ايه يا عبيط؟ افتح وانت تتأكد بنفسك. طب وافرض فتحت ولقيتك مش جدي؟ استغفر الله العظيم، واضح اني استعجلت في قرار الرجوع. الولد لسه حمار زي ما هو. انت يا اخي اللي على الباب، انت بتكلم نفسك ولا ايه؟ كلمني انا. طيب يا هنيدي انا جدك، بأمارة ما دخلنا مع بعض فيلم تايتانيك. طب دخلنا حفلة كام؟ حفلة 10 الصبح. هو في حد بيدخل سيما الساعة 10 الصبح؟ فعلا انا وجدي دخلنا الفيلم ده حفلة 10. ده انتوا طلعتوا عيلة مجانين فعلا. مش عجباني الامارة دي، اديني امارة تانية. لا ده انت زودتها قوي. هتفتح ولا اكسر الباب؟ لا اكسر الباب. اوكي، بس اعمل حسابك انت اللي هتصلحه.
جدو وحشتني يا حفيدي. مش ممكن. من حضني أغبى واحد شفته في حياتي. الحمد لله على السلامة يا بطل. مين ده يا هنيدي؟ ده صلعت يا جدو، انت نسيت ولا ايه؟ وده الواحد يفتكره ازاي اصلا؟ الحمد لله على السلامة يا جدو. انت هتهزر معايا ولا ايه؟ خلاص يا عم انا غلطان. يا عم ايه العيال البيئة اللي انت مصاحبها دي يا هنيدي؟ يا جدو صلعت ده صديقي الوحيد اللي طلعت بيه من حدائق القبة، بس هو شكله كده. هنشوف. بقى انت يا جدي كنت منشف ريق الفترة اللي فاتت دي كلها عشان تعلمني الأدب. بصراحة يا هنيدي انت كده محتاج تنشف شوية وتبقى راجل جامد يعتمد عليه. انا قعدت ادلعك بما فيه الكفاية لحد ما حسيت انك بقيت عيل مايس. كان ناقص بس انك تغني وتعمل فيديو كليبات. طب وهون عليك يا جدو، تسيبني كده اهون عليك. طب افرض كان حصل لي كارثة ولا مصيبة. ما الكارثة هي المصيبة، ولا هو اي كلام بيتقال وخلاص؟ مين الشيء ده؟ انا ما سبتكش ولا حاجة. انا كنت قريب منك طول الوقت براقبك من بعيد لبعيد عشان لو حصلت لك حاجة انقذك. انت بتتكلم جد؟ طبعا انا كنت متابعك في كل خطوة وشفت كل بطولاتك يا بطل. شفتك يا هنيدي وانت بتنقذ ابو تريكة. عملتها يا سهيتي. اتمسكنا يا معلم. انت اللي جبته لنفسك. اوعى اوعى اوعى. ايه اللي ده؟ وشفتك يا حبيبي وانت بتقضي على السحابة السوداء. اتكلنا على الله. اسكت يا سمسم. وشفتك يا روح جدو وانت بتنقذ الطيارة اللي اتخطفت. وانت هتعمل ايه؟ انا مضطر اقتحم الطيارة. وكنت قريب منك وانت بتنقذ السفينة اللي غرقت. وشفتك يا ابن بنتي وانت بترجع البنت الفلبينية اللي اتخطفت. انت بترجع قطة هيفاء اللي اتسرقت. وشفت هيفاء. ها جبتوا المصاري؟ $1,000,000 بالتمام والكمال، بس فين القطة؟ في الشنطة، سلم واستلم. أنا كمان بحبها لمصر كتير كتير، ناسا ممتازين ورجالة كتير بيعقدوا. ولا خد هنا هلا، انت اللي سرقت قطة هيفا. خد الواوا هلا. يا دلي يا دلي يا دلي. بوس الواوا. شو هالخيانة؟ بوس الواوا. حتى يوم ما رحت السودان كنت متابعك. الجاموس الوحش هيهد الفرح. انت في ايه في دماغك؟ ما في جاموس وحشي، قلت لك هذا مهر العروسة. انتوا هنا بتدفعوا المهر بالبقر؟ ولما رحت الصعيد يا هنيدي وأنقذت واحد من الموت كنت برضو شايفك. أمر على الديار ديار حمص فأقبل ذي الديار وذي الجدار. إيه ده اللي أنا بقوله ده؟ إيه ده؟ يا ترى أنت فين يا جدي؟ شيل الشمسية واد يلا شيل الشمسية وداني حبيبي ووقفني برا الشمسية. يوم ما رجعت للولد الفلاح الفلوس اللي اتنصب عليه فيها احترمتك يا حفيدي. ده كل الفلوس اللي قعدت ألمها في ليبيا 20 سنة راحت مني.
اعمل ايه؟ انا رأيي ترجع ليبيا تاني وتكون نفسك من اول وجديد. ويوم ما كشفت الجواهرجي الحرامي أنا كنت فخور بذكائك. مخبيها وسط الاندروير على اساس ان البوليس هيتكسف يدور هنا. انت اثبتت يا هنيدي خلال ال29 حلقة اللي فاتوا انك بقيت شخص ناضج الواحد ما يخافش عليه. يا حبيبي يا جدو، طب كنت عايش فين؟ في الأوضة اللي فوق السطوح. وكنت عدم المؤاخذة بتاكل ازاي حضرتك؟ كنت عايش على الدليفري. دليفري؟ وانت في السن ده بتاكل دليفري؟ امال سبت ايه للمراهقين؟ مين ده؟ يا جدي انا فرحان برجوعك فرحة مش قادر اوصفها لك. انا من غيرك كنت عامل زي الكمبيوتر اللي من غير شاشة. أنا رجعت لما حسيت إنك بقيت بني آدم. طب وعدني يا جدي ما تسيبنيش تاني. لو فضلت زي ما أنت كده أوعدك مش هسيبك تاني يا حفيدي. طب قول لي تحب تتعشى ايه؟ هات له دليفري، ما هو اتعود عليه خلاص. أنا مش مستريح لصاحبك ده يا هنيدي. عموما أنا مش جعان، أنا هدخل أفرد ظهري شوية ولما أقوم نبقى ننزل ناكل في أي حتة. اتفضل يا جدي، ادخل استريح في اوضتي وانا هنزل اجيب لك حد يصلح الباب. عن إذنكم. انا سعيد ان جدي راجع صلعت. مبروك يا هنيدي. صحيح على رأي المثل، مسير الحي يتسفلت. انا هنزل اجيب حد يصلح الباب. وهو في نجارين في المنطقة؟ انا مش هجيب نجار، انا جات لي فكرة تانية. ايه ده؟ ايه الاصوات دي؟ انت بتعمل ايه يا مجنون؟ بعمل حيطة مكان الباب عشان ما تهربش تاني يا جدي. وانت فاكرني حملب يعني شايف العصفورة اللي هناك دي؟ سلام عليكم.